في مدينة مالاغا الإسبانية ولد طفل صغير لأب مغربي من زونات وأم إسبانية. طفل كان يعشق كرة القدم منذ خطوته الأولى. اسمه إبراهيم دياز. انطلقت مسيرته من أكاديمية نادي مالاغا، حيث لفت أنظار الكشافين بمهارته الاستثنائية. سرعان ما حمل حلمه ورحل إلى إنجلترا. هناك في مانشستر سيتي صقل موهبته وبدأ يظهر مع الفريق الأول، لكن طموحه كان أكبر. انتقل إلى ريال مدريد سنة 2019 ليبدأ رحلة جديدة بين أفضل لاعبي العالم. خاض تجربة ناجحة مع ميلان الإيطالي قبل أن يعود ليتألق مجددا مع الملكي. أهداف، تمريرات حاسمة، وإبداع فوق المستطيل الأخضر. رغم تمثيله لإسبانيا في الفئات العمرية وحتى المنتخب الأول، اختار قلبه في النهاية أن يدافع عن ألوان وطني أصلي، المنتخب الوطني المغربي. في مارس 2024 لبى نداء الوطن وأصبح واحد من أسود الأطلس، ليثبت أن الموهبة حين تمتزج بالانتماء تصنع منها أساطير. اليوم يتوج بالألقاب مع ريال مدريد ويدون اسمه بين قلة من المغاربة الذين رفعوا كأس دوري أبطال أوروبا. إبراهيم دياز، قصة موهبة وتحدي وانتماء من أزقة مالاغا إلى قلوب المغاربة.